في عاملين مصريين في الجزائر. احنا معانا السفير حسام زكي. سيد سفير، برحب بحضرتك معانا. اولا عايز انقل لك اللي اتقال لنا على الهواء مباشره، انه في نوع من الاعتداءات على المجمعات السكنيه الخاصه بالعاملين المصريين في الجزائر. جات لنا مكالمات ومصادر من OT، من اوراسكوم تيليكوم، ومن المقاولين العرب. يا ريت تاكد لنا او تنفي لنا هذا الكلام. لا، مفيش مجال للنفي، ده هو فعلا هذه الامور حدثت. للأسف الشديد وجدنا انه من بعد نهاية المباراة امس، وفي الحقيقة كان في بعض المناوشات كده حصلت بعد وصول البعثة الجزائرية للقاهرة مساء الخميس، لكن بعد المباراة امس حصل يعني تصعيد للاحتكاك بالجالية المصرية. هذه الاحتكاكات بدأت تتزايد لما فوجئنا بأن هناك أخبار كاذبة نشرت في الإنترنت ووسائل الإعلام الجزائرية بتقول أن هناك يعني قتلى جزائريين وقعوا، مئات الجرحى وقعوا بعد المباراة. طبعا هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، والسلطات المصرية يعني أوضحت أن كان في احتكاك حصل بعد المباراة، وأنه نقل حوالي 30 شخص للمستشفى وخرجوا. طيب هل تم تكذيب الكلام ده يا استاذ سفير؟ لأنه لغاية دلوقتي في جزائريين بيمشوا من القاهرة، وفي إشاعات بتوصل الجزائر بتقول إنه في نعوش و8 نعوش موجودة. أيوة مفهوم، وده اللي أنا بقوله لحضرتك، اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي أنا بقوله بالظبط، إن هو في أخبار كاذبة انتشرت على الانترنت وفي وسائل الاعلام. للاسف الشديد انه الجانب الجزائري طبعا بدأ البعض يصدق مثل هذا الكلام، وفي اطار الجنون التعصب اللي احنا شايفينه يعني العمى الكامل على الاخلاق الرياضية. للاسف الشديد وجدنا انه مثل هذه الاحداث بتحصل. حصل من جانب المصري اتصالات عالية المستوى جدا على مستوى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية، كل مع نظيره الجزائري، ليوضحوا للجانب الجزائري انه مسؤولية السلطات في الجزائر امن وحماية المواطنين المصريين المقيمين هناك. وطبعا هم اكدوا ان هم سيعملوا ما يستطيعون لحماية المصريين، لكن الاهم من وجهة نظري هو انه الاخوة الجزائريين يصدقوا انه ما قيل في هذا الصدد هو كلام عاري تماما عن الصحة وإشاعات كاذبة. عن كل الأكاذيب والشائعات اللي حضرتك نفيتها، وبيتم توصيل ده بشكل مباشر وصريح على المستوى السياسي الجزائري. أنا عايز أسأل حضرتك على المواقف اللي حصلت في الجزائر حاليا. هل في اعتداءات على العاملين بالمقاولين العرب؟ هل في اعتداءات على اوراسكوم تيليكوم او مكتب مصر للطيران؟ في بعض الاشارات او المعلومات طبعا كل اللي حضرتك بتقوله ده كلام سليم، ودي علامات ظاهرة لإما شركات مصرية خالصة او لعاملين في شركات مصرية بيعيشوا في مكان ما. وسمعنا عن حالات تعرض لجزائريين في الاسواق، طبعا امر مؤسف جدا، لكن نحن من واجبنا كوزارة خارجية ان احنا ننادي بالهدوء وننادي بالتهدئة، ولا ننادي بتأجيج الموقف. ننادي بانه كل طرف يعود الى صوابه والى رشده، وانه الجميع يلتزم التهدئة والهدوء، لان دي في النهاية منافسة رياضية وليست اكثر من ذلك، مهما علت من شأنها او مهما بلغت حدتها. هذه منافسة رياضية يجب ان تبقى في هذا الاطار، ويجب الا تمس ابدا لا ممتلكات ولا ارواح ايا كان، سواء جزائري او مصري. سيد سفير، احنا عايزين نطلب حضرتك انك تفضل معانا، لانه بينضم دلوقتي معانا كمان طرف جزائري على مستوى عالي. بينضم لنا وزير التضامن الجزائري الوزير جمال ولد عياش. برحب بحضرتك معانا. وحضرتك كنت رئيس وفد الجزائر في القاهرة ولسه راجع. الو اهلا بيك يا سيادة الوزير. اهلا، مساء الخير. احنا عارفين ان حضرتك كنت رئيس الوفد الجزائري ولسه راجع للجزائر بعد المباراة. يعني حضرتك سمعت دلوقتي في حقائق، اولا بتقول انه في عدد من الاعتداءات اللي حصلت على مصريين موجودين في الجزائر. ازاي نمنع ده، وازاي ننفي الشائعات المتداولة على الانترنت اللي ممكن تعمل مشاكل كتير قوي وتؤدي لضحايا وارواح؟
انا الامس كنت عندكم في القاهرة، اليوم العودة الى الجزائر، ومن فضلك هؤلاء الذين بدهم يلوتوا الجو بين الدولتين، الانسان يكون يتعقل. وسفيرنا في القاهرة عنده كل الصلاحيات وكل المعلومات، وكذب وانا نكذب كذلك. الجزائر دولة مسؤولة، عندها رئيس بوتفليقة مسؤول، حكومة مسؤولة، شعب مضيف، شعب يعني. بس سيادة الوزير اسمح لي، يعني انا بس عايز انقل لحضرتك سيادة الوزير، عايز انقل لحضرتك انه في موقع من المواقع الخاصة باحدى الشركات المصرية، واكيد حضرتك عارفها لانها ليها حضور كبير في الجزائر، اوراسكوم تيليكوم في وهران. اتصل بينا احد العاملين وقال لنا انه قوات الامن اللي حول المكان ليست كافية، لانه في تجمهر حوالي 5000 من الجزائريين من الجمهور بيحاولوا يعتدوا على الموقع. ايه وسيلة تأمين هؤلاء دلوقتي ضد هذا الاعتداء؟ احنا ما نقبل اي تخريب او اي عمل سيء كان ضد الاجانب او العرب او الجزائريين. يا اخي انا ايوه بس هو بيتم واحنا بنكلم حضرتك دلوقتي، يعني هل في اي اجراءات تمت لحماية الناس دي؟ هم كلمونا قالوا لنا مش هيطلع علينا نهار. المسؤولين الجزائريين وتبقوا في اتصال معايا، هذه موجود الان في الجزائر العاصمة، ونطمنكم ونطمن كل الاخوان اللي عندهم عائلتهم هنا يكونوا يعني مطمنين. سيادة الوزير جمال ولد عياش وزير التضامن الجزائري، انا بشكرك شكرا جزيلا. انا عايز ارجع مرة تانية للسيادة السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية. انت كلمتنا من شوية يا استاذ بدوي، قول لنا ايه الوضع عندك؟ انت سامعني كويس؟ انا سامعك كويس، قول لنا الوضع عندك ايه؟ هو بفضل الله بعتوا لنا الجيش دلوقتي، الحمد لله الوضع هدي، الوضع هدي شويه. يعني دلوقتي في قوات امن بتحميكم؟ اصبروا يا شباب، اصبروا يا شباب يا جماعه، ثواني طبيعي دواتوا. الو انا سامعك يا عم بدوي. الو انا سامع. الو انت ايه مين اللي بيتخانق دلوقتي على الموبايل يا عم بدوي؟ الو سامعك يا استاذ بدوي، اتفضل. يا ريس انت سامعني كويس؟ سامعك اتفضل. الو سامعك يا استاذ بدوي. انت سامعني؟ ثواني يا جماعه عشان اسمعوا، ارجوكم اسمعوني لو سمحت. سامعك يا استاذ بدوي اتفضل. وصل الندى الاكبر مسؤول، وصل الندى لرئيس الجمهوريه، عايزين الصبح يا طياره سفينه سيبك تشيل من هنا. لو جاء علينا يوم الاربعاء احنا مش هنروح، اتغلبوا والله هنموت. الشعب ده قدامه مليون سنه على ما يفهم. دي ناس متخلفه جدا. يا حول الله يا رب. كم واحد يا عم بدوي؟ في 1200 واحد في الكامب اللي انا فيه في وهران، في الشاعريه في نيرتو. عندك اي مسؤول من مسؤولين الشركه؟ وفي واحد استاذ معك هو يعرفك بنفسه. الو ايوه يا سيدي معايا. ناجي، لا لحظه، ناجي كلوبس معاك. ناجي؟ الو ايوه يا استاذ ناجي. ناجي كلوبس. اهلا بيك يا استاذ ناجي. اهلا بحضرتك. ايه الوضع عندك دلوقتي؟ هنا نعم. ايه الوضع عندك دلوقتي؟ طمنا دلوقتي. الاستاذ عم بدوي كان بيقول الوضع هادي شويه. الوضع هنا خراب. بيرموا علينا ازايز بنزين بيولع، بيرموا علينا كاوتش واقع، بيرموا علينا انابيب غاز، بعتوا لنا طيارات من الجيش المصري، الحكومه مش عارفه تعملها هنا. يا رب. دلوقتي عندكم امن؟ يعني اي امن وصل ولا ما وصلش؟ الو انا سامعك. الو سامعني كويس؟ سامعك كويس. سامعني كويس؟ يا راجل يا طيب سامعك. معاك احمد الشامي. يا استاذ احمد حضرتك بتشتغل ايه؟ ارجوك احنا هنا في موقف يرسى، الموقف هنا متأزم جدا